السلام عليكم. في هذا الفيديو كنسترجع أسماء مغربية رحلات وهي مازال في عز الشابة. أسماء تركت بصمة كبيرة في قلوب الملايين، لكن الموت كان أسرع من أحلامهم. مشاو ولكن أدوارهم وضحكتهم وكلمتهم مازالين عايشين معنا وباقيين في ذاكرتنا. حفيظ الفطواكي مغني مغربي بصوت أصيل وطرب حقيقي، توفى سنة 2002، الليلة اللي كان راجع بحاله للديار البلجيكية. رجاء بن المليح، صوت المغرب اللي وصل لمصر والعالم العربي بأغنية صبري عليك طال، تزادت في الرباط في 22 أبريل 1962 عندها مسيرة فنية امتدت لأكثر من 20 سنة، وتوفات سنة 2007. هشام بلقاس شاب من مجموعة الراب أنا مغربية في الناير، عنده غير 23 سنة. مشى في حادث سير خطير وقع يوم الأحد 15 يونيو 2008 في فاس، حين فقد السائق السيطرة على السيارة قبل أن تنقلب وترتطم بالشجرة. عائشة مناف، خميسة ديال حديدان، ولدت في الدار البيضاء عام 1978 وكانت من أحلى الوجوه على الشاشة المغربية. ضغطها سرطان عظم الفخذ في عز عطائها الفني، فدخلت في حرب مع البلاء وسعى بتوفير مصاريف العلاج الكيماوي. عبد القادر عابد الفكاهي الشاب من سيدي سليمان اللي كان كيمثل واحد الثنائي مع الصديق ديالو ياسين، كان كيضحك الناس بالطبيعة والبساطة ديالو. مشى بعد حادث سير بالقرب من كناز أدخلوه في غيبوبة لأسبوعين كاملين قبل أن يسلم الروح لبارئها 24 فبراير 2011. عزيز العلاوي، الكوميديا اللي الابتسامة ديالو حضرة في جميع الصور، عرفناه في دار الوراثة وسير حتى يجي الضحكة المغربية الأصيلة، أصيب بأزمة قلبية حادة نتيجة عن السمنة ودخل المصحة وبعد أسبوع أسلم روحه لبارئه يوم 22 مارس 2012. عبد الله شقران المخترع الشاب من تطوان، تزاد 1984، دخل عالم الاختراع هو عنده 15 سنة. قدم 37 اختراع عالمي من المحركات والميكانيك، ووصف بأنه أصغر مخترع عربي مسلم معترف به دوليا. توفي 6 نوفمبر 2015 بسبب أزمة قلبية مفاجئة، أدى أنه هو عنده غير 31 سنة. هشام تكوتة، الكوميديا اللي كان كيضحكنا في برامج كوميديا شو مراكشي الأصل، صار على مرض بشجاعة وتفاؤل كبير، كان يعاني من نقص حاد في الدم تطور إلى داء السرطان، ثم دخل في غيبوبة قبل وفاته بيومين. توفي على عمر 35 سنة. هاجر عدلوني، إعلامية شابة من فاس، 22 عام فقط، اختفى على موت بعد التفاف 3 أيام في حادثة أبكت المغاربة كاملين. كشف الطب الشرعي أن سبب الوفاة هو الاختناق بالغاز داخل منزلها الجديد مع زوجها. صلاح الدين الغماري، الموج الذي ألفناه في القناة الثانية لأكثر من 25 سنة، ولد 22 سبتمبر 1963 في مكناس، وكرس حياته للصحافة والإعلان. مشى فجأة على عمر 50 سنة من جراء سكتة قلبية مفاجئة. كوثر بودرالة، إعلامية وممثلة مغربية موهوبة، فارقت الحياة عن عمر 37 سنة فقط بعد صراع طويل مع مرض السرطان. عزمها الفراش خلال أشهرها الأخيرة، اختارت أن تحارب المرض في صمت بعيدا عن الأضواء